وكرة وفرصة ممكن شوط الخطيرة وتعادل. التعادل للنادي الأهلي. إنه الأهلي يسجل كرة محمد شوقي. محمد شوقي في 85 دقيقة يتعادل. أحب أقول لكم الحق، كنت سأقول أن الأهلي يفتقد في هذا الموسم الأفريقي لصلابته خارج القارة، لأنه خسر في زيمبابوي وخسر أيضا في ليبيا وتعادل بصعوبة في نيجيريا ويقترب من خسارة في استاد الزويزو. هذا للأمانة ما أصر به وما أعلنه شهرا الآن. التعادل، بينما الآن وقف التعادل، ما عادش فيها تعادل، ما عادش فيها تعادل. تتوتر الأجواء، تتوتر الأجواء في استاد نوفمبر بتيسي وزو. في الدقيقة 85 شوقي يتعادل، العاد من الاحتراف في الدوري الإنجليزي، سجل 1-1، هدف قاتل. سبحان الله، من دقائق قلت الأهلي ما تقولوش أنه خسر، لأنه معروف أنه غدار. بوتريكا في صفاقس، بوتريكا ضد الشبيبة من 4 أعوام، لكن اللاءات الثلاث تعرفوا في التاريخ، فما 3 لاءات شهيرة في 68 في الخرطوم. اللي يعرفها يعرفها واللي ما يعرفهاش مش لازم يعرفها. أنا نحكي على 3 لاءات في الكرة، لا للانهزام، لا للياس، لا للاستسلام. الأهلي يتعادل، يتعادل الأهلي في الوقت القادم. نهار خمس تصير رياكشن، وبالتالي ما نقعدوش بك العقدة متاع الماتش السابق، نقعدوا بأنها مباراة في الكرة وتصير بين الشبيبة والأهلي كما بين الشبيبة والترجي، كما الشبيبة والوحيدة كالفتو غالي. وهذه هي كرة القدم، هذه هي كرة القدم. الشبيبة ممكن يحتاج على لمسة يد أو يحتاج على أوفسايد، يحتاج على أوفسايد. هذه الكرة أمامكم، شوف اللقطة، شوف الصورة، شوف مشاكلك يا حياته، شوف يا عيسى كيف تفسد الحكام المباريات. صارت ستيف 1-0. هذه الكرة شعطاء الحكم الآن، الزفر الحكم. اتصلوا بالشريف، جيبوا بوسيم، اعطيونا الفزورة حكايتها. هذه الكرة راجع من الاوفسايد، حط كرة حسب وجهة النظر الجزائرية. الحكم مرة لينا مرة ضدنا حسب وجهة النظر المصرية، وكل يغني على ليلاه، كل واحد عنده حق. هذه الأجواء الآن في استاد أول نوفمبر في تيسي وزو. بركات يتحدث، الشيء اللي يعجب الآن شوف الحوار بن يحيى سيدي عليه وبركات أحمد حسن وكلام اللاعبين. مباراة الآن ترجع للهدوء، لكن أعطيني الحكم الزفر الآن، لأن الجمهور الجزائري شاعل فرحا. لو يشجع فريقه والهدف تقبل برافو عليه، نرفع له القبعة. أو في قرار ثاني، لأنه